حبيب قلبي عامل ايه؟ فيلمنا هنا مختلف حبتين لانه مش فيلم عادي، لا ده فيلم عامل زي افاتار كده، اللي هو العالم اللي بيتصور فيه الفيلم بيبقى واقعي وحقيقي، بس الممثلين بيبقوا انيميشن، بس مش اي انيميشن اكيد، اصحى معايا بقولك زي افاتار. على العموم لو مالكش في الحرق والرغي ممكن تنط لفقرة الحرق، هتلاقيني مقسم لك الفيديو، ولو كنت فلاش في نفسك وعايز نبذة مختصرة عن الفيلم دوس على الاي اللي فوق دي عشان دي حلقة الرغي. ولو أول مرة تسمعني ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وده حسوباتوكس. فيلم ريدي بلاير 1 نزل سنة 2018 ومن بطولة تاي شيردن، ولو ما تعرفوش فده اللي عمل دور سايكلوبس في أفلام إكس مان، ومن بطولة برضه أوليفيا كوك اللي عملت دور كوين ألسنت في مسلسل هاوس اوف ذا دراجون اللي أنا نسيت أحداثه أصلا وفي انتظار جزء تاني منه، فأنت كده واخد لي بالك من الناس اللي معانا. مش عايز أقول لك على الكبيرة بقى بس هقول لك. المخرج بتاعنا هنا ستيفن سبيلبرج، ولو ما تعرفوش تعالى أديك نبذة عنه. سمعك يا اللي بتقول وأنا مالي يا عم، ما تدخل في الفيلم على طول. احب افكرك اني قلت لك من شويه اني مقسم الفيديو، ابقى جري انت اللي مش جاي معاك سكه، مش كل شويه هقولك. اهو شفت بقى انا نسيتني كنت بقول ايه. مخرجنا هنا ستيفن سبيلبرج واخد 3 جوائز اوسكار عن ايه بقى؟ سيفينج برايفت رايان سنه 99 وشندلرز ليست سنه 94، ده غير ترشيحات الاوسكارز عن افلام تانية. ومن اعماله الجامده فيلم جوز اللي نزل سنه 1975 اللي كان مشهور اياميها باسم الفك المفترس، وصاحب اول نسخه لافلام جوراسيك بارك وانديانا جونز اللي نزلوا 1993 و 1984، ده غير اعماله مع توم هانكس وليوناردو دي كابريو وتوم كروز. فلو الكلام اخدني عنه اكتر مش هنخلص، بس انا حبيت اوريك الراجل ده عمل ايه عشان تبقى فاهم ان فيلمنا هنا مش عادي. فيلمنا هنا احداثه بتدور في المستقبل في سنة 2045، وطبعا بنشوف المستقبل ده مش مشرق ويد واتس ابوه وامه متوفيين وعايش مع خالته في كولومبوس اوهايو، وبيقول لنا انه اتولد سنه 2027 بعد ما المواد الغذائيه ابتدت تقل في العالم والناس ابتدوا ما يحلوش مشاكلهم ويكبروا دماغهم. وبيقول ان اوهايو اسرع مدينه متطوره في العالم بسبب اختراع عمله 2 اوجدن مورو وجيمس هاليداي. الاختراع ده كان عباره عن تلعب بيها تعبانه برضه على قد جيبك، او انت تحوزها على عقول الناس كلها وفلوسهم كلها رايحه عليها، فلما بتخسر ممكن ده يخليك عايز تنتحر في الحقيقه. بس ويد او بارسفيل على حسب اسم الافاتار بتاعه بلاير جامد وفهمان. وبيكمل ويد وبيقول لنا ان بعد ما عن ايستر ايج في الجيم او حاجه مستخبيه من الاخر كده، واللي هيلاقيها هيقدر يستحوذ على الشركه اللي الجيم مملوكه ليها اللي تقدر بنص تريليون جنيه مصر، نص تريليون دولار، ده غير انه يقدر يتحكم في الجيم براحته. بس اكيد الايستر ايج دي مش مستخبيه في مكان. حاجات اللي عجبتني في الفيلم، اولا فكره الفيلم هنا جامده وتخطف اي حد، خصوصا اننا فعلا بنعاصر حاليا اللي الفيلم مقدمه. من ساعه ما فيسبوك اعلنت عن عالم الميتافيرس ده والنضاره وانا افتكرت الفيلم ده على طول. تاني حاجه الكاركترز، طبعا فيلمنا هنا مش مقتصر على ويد او بارت، عندك ارتميس وايتش ودايتو وشو، وطبعا فيلن فيلمنا الجامد نولان سورينتو اللي قايم بدوره بين ماندلسون. الراجل ده انا بحبه جدا، خصوصا لما بيقوم بادوار الشر بيبقى سئيل يعني مش هزار، بيفكرني كده بليتل فينجر قوي. المهم نولان سورينتو ده هو السي او بتاع تاني اكبر شركه بتعمل جيمز، المنافسه الاويسيس يعني، اللي حزموا السوق كله، تفكير واسلوب حقير منهم. تالت حاجه الجرافيكس والفي اف اكس هنا كانوا في حته تانية. الفيلم ده كان سابق عصره قوي ويقدر ينافس افلام لسه هتنزل قدام كمان. ما تنساش كمان انه نزل في وقت افلام مارفل فيه كانت في اعلى نقطه فيه لجمدانها، ده كان خلاص فيلم افنجرز انفينيتي وور نازل كمان شهر، فالفيلم ده اتظلم جدا في ميعاد نزوله. مشاهد الفيلم بتميل اكتر كانك في جيم بس ريل قوي، فيما عدا الافاتار اللي انت بتتحكم فيه، وده بيجي سرد الاحداث في فيلمنا هنا زي ما قلت لك مش ممل، ومقسم فيلمنا ل3 مراحل. اول مرحله اللي فيها اللي تشالنج الاولاني مع انترو عشان يعرفك بالكاركترز بتوعنا اكتر، تاني مرحله اللي فيها اللي تشالنج التاني وظهور مشكله فيلمنا، تالت مرحله هي قوي. ومن الحاجات اللي ما عجبتنيش في الفيلم بصراحه ما اضحكش عليك، انا بقيت مش فاهم الشخصيات اللي كانت معانا في الفيلم هل دول مين كاركترز ولا سايد، بقيت مش عارف احدد، خصوصا ان فين وفين لما الفيلم اداك نبذه بسيطه كده عن الباك ستوري بتاعتهم، على عكس ارتميس اللي ظهرت بشخصيتها الحقيقيه على الشاشه وقت قطو. تاني حاجه عايز افهمها ليه قدام النهايه الجامده اللي فيلمنا هنا ما اداناش بوست كريدت سين لجزء تاني للفيلم، خصوصا انه فتح على نفسه باب انه يبقى ليه جزء تاني. ادينا في نهايه 2023 اهو ومفيش اي اخبار. فيا جماعه ستيفن سبيلبرج عنده 76 سنه،
يا ريت نلحقه. الفيلم برضو خلي بالك فيه مشهد مش لطيف غير مؤثر في الاحداث، لو عايز تجريه هيبقى في التوقيت ده اللي هيظهر لك على الشاشه، او نزل الفيلم قط وريح نفسك. من الاخر فيلم ريدي بلاير 1 فيلم جامد واندر ريتد واتظلم في توقيت نزوله جدا، ولو كان نزل في وقت تاني كان زمانه في حته تانيه. ولو انت جيمر وبتحب جيمز الاوبن وورلد فالفيلم ده اكيد ليه، وياخد معايا صحيح انا تقييمي بناء عن مدى انبساطي بالفيلم من غير معايير فنيه قوي، وياخد معايا 10 من 10. تعال نلغي شويه بقى بحرق، فلو لسه ما شفتش الفيلم اثبت مكانك. طيب تعالى نتكلم بقى براحتنا على الجمدان اللي في الفيلم هنا. زي ما قلت لك ان الفيلم بالنسبه لي متقسم 3 ليفلز. اول ليفل اللي كان فيها الريس اللي كان معمول حلو، مع ظهورنا بعدين ان ارتميس مشهوره في الجيم عشان بتبقى من المقاومه اللي ضد شركه IOI اللي نورلاند سورنتو السي او بتاعها. IOI هنا طبعا عامله نظام ليها غريب شويه، اللي هو نظام ويد من بعد ما عرف ارتميس وهو مش على بعض، والحماس اخده وراح اللايبراري اللي فيها كل حياتها لدي من صور لجرب ان يرجع لورا، وفجاه بيتفتح له بيبان هيدن في الجيم عامله زي بتاعه كراش كده بتاعه زمان دي لو انت فاكرها. وبنشوف بارسيفل وهو ماشي تحت الانراك اللي هو افاتارها لدي، وبياخد منه اول مفتاح وكلو عن التشالنج التاني. بنيجي هنا لتاني ليفل، بنشوف بعد ما بارسيفل فاز بالتشالنج الاولاني ان اسمه ظلم حوالين التشالنج ده، وده بياخدنا المشهد من احلى المشاهد في الفيلم، وبارسيفل بيكلم كل البلايرز اللي في الجيم وبيطلب منهم انهم ييجوا عشان يساعدوه. طبعا بنلاقي هنا لحظات صمت، وبعديها بنشوف كل البلايرز وهم جايين عشان تبدا معانا الفايت الاخيره من احلى الفايتات اللي في الافلام. من الاخر كده شفت فيلم اندي جيم لحظه رجوع الهيروز وكده، هنا بقى فيلمنا عاملها قبليهم. واحلى حاجه اننا بنشوف كاركترز كتير من عوالم تانية في الفيلم، فانت بقى اقعد دعبس عن الايستر ايجز بتاعت الفيلم عشان ده تعب اعصاب بالنسبه لي. وبنشوف مشهد جامد قوي لدايتو وهو بيحصل له ايفولف وبيكبر وبيدخل في فايت مع ميجا جودزيلا اللي جواها نولان سورنتو. وبنشوف اتش وهو بيضحي بنفسه هو وشو وارتميس عشان بارسيفل يعرف يوصل لاخر التشالنج، لحد ما فعلا بارسيفل بيوصل وبيحل التشالنج وبياخد المفتاح الثالث، وبيقابل سور وبيجري ورا كلان الهاي فايف في مطارده بالعربيات لحد لما بتيجي الشرطه وتقبض عليه. وبنشوف اوجدون موردو وهو بيمضي ويد على عقود الشركه، بس ويد كان جامد وخلى العقود باسم كلان الهاي فايف، وكمان خلى الجيم تبقى شغاله 3 ايام في الاسبوع بس عشان الناس لازم يبقى في وقت يقعدوا مع بعض في الحقيقه. الفيلم هنا على قد ما في مشاكل، بس بالنسبه لي ما اقدرش اديله اقل من 10. انا ممكن اتغاضى عن كل الحاجات اللي مضايقاني قصاد جو الجيمنج والفايت والريسنج اللي الفيلم عاملهولي، غير كمان كان في اخبار ان هيبقى في جزء تاني، فانا بصراحه بعد النهايه دي انا شايف انهم برضو ما قفلوهاش، وموضوع زي ده ممكن يطلع منه اجزاء كتير تانية، فهي مسهله دينا مستنيين. وبس كده عزيزي المستمع، اتمنى اكون فدتك وسليتك شويه. ما تنساش قبل ما تمشي تقول لي رايك في الفيلم في الكومنتس، وتعمل فولو على حسب انت سامعني منين، ولو انت على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات عشان يجيلك كل جديد، ولايكك المتين عشان فعلا بيساعد. كان معاكم ابراهيم حسوبه من حسوبه توكس، سلام.